في ألعاب مش بتكسب فيها حاجة. ألعاب بتبدأ وانت مش عارف انت فيها ليه، ولا ازاي هتخرج منها، ولا حتى هتخرج ولا لأ. لعبة اسمها ساو، واللي يدخلها لازم يختار يا إما يعيش يا إما يندم إنه اتولد. دي مش قصة فيلم رعب عادي، دي لعبة نفسية. وده كان أول يوم فيها. الغرفة كانت ضلمة باردة، وبتشم فيها ريحة زي العفن المخلوط بدم قديم. في مية راكدة على الأرض، صوتها بيترشح كأنها بتهمس. وفجأة في عينين اتفتحت. مش عارف هو فين ولا جه هنا ازاي، بس متأكد من حاجة واحدة بس: هو مش لوحده. آدم فتح عينه ببطء. كان مرمي على الأرض، مبلول من راسه لرجله، وسلسلة حديد مسكاه من رجله لماسورة في الحيط. إيه ده؟ فضل يشد في السلسلة وهو بيصرخ، جسمه بيرتعش من البرد والخضة. في الضلمة سمع صوت تاني: انت صاحي؟ آدم بص، لقى راجل لابس قميص ومتعلق هو كمان بسلسلة من رجله في الطرف التاني من الأوضة. انت مين؟ أنا دكتور لورانس جوردون. وفي النص ما بينهم جثة راجل مرمي على بطنه، دمه مغرق البلاط، ومسدس واقع من ايده. فجأة في صوت ميكانيكي بارد جه من سماعة في الحيطة: أهلا دكتور جوردون، انت هنا علشان عمرك ما قدرت تقيم قيمة الحياة. قدامك وقت لحد الساعة 6. لو ما قتلتش آدم، مراتك وبنتك هيموتوا. الصوت سكت. آدم اتجمد في مكانه. لقوا شريط كاسيت قديم مكتوب عليه آدم. آدم شغله بصوت بيترعش: أهلا يا آدم، طول عمرك بتراقب الناس من ورا الكاميرات، بس النهاردة في اللي بيراقبك. لورانس بدأ يتذكر. كان في المستشفى، شغله كتير، ومراته بقت شبه غريبة عنه. بس في حاجة مش طبيعية حصلت مؤخرا. مريض اسمه جون كرامر عنده سرطان، بس عينه بتشوف كل حاجة. كان ساكت، بيلاحظ، بيكتب. الراجل ده كان بيراقبه حرفيا لحد ما قرر يحطه في اللعبة. انت بتقول ان اللي حبسنا هنا مريض؟ بس مريض عبقري، بيسموه جيكسو. آدم لقى علبة فيها منشارين شكلهم قديم وصديان. بدأ يقطع بيهم السلسلة، بس الحديد تقيل جدا. لورانس قال بصوت مخنوق: المنشارين دول مش معمولين للحديد. آدم بصله: أمال معمولين لإيه؟ سكتوا. الاتنين فهموا. في بيت تاني، في ست مربوطة على كرسي وبنت صغيرة بتعيط في حضنها. شاشة قدامهم فيها بث مباشر من الأوضة اللي فيها لورانس وآدم، واللي بيشغل الشاشة لابس قناع مرسوم عليه وش بيضحك، بس صوته تقيل وبارد: دكتور جوردن، اللعبة لسه في أولها. آدم بدأ يتوتر وبص لورانس وقال له: أنا آسف، أنا كنت بتابعك. يعني إيه؟ كنت بصورك. في راجل بيدفع لي علشان أراقبك. أنا ما كنتش أعرف إنه مجنون. لورانس اتعصب: أنت السبب في كل ده؟ مراتي وبنتي هناك علشانك. أنا مجرد شاب محتاج فلوس، ما كنتش أعرف إن في حاجة كبيرة ورا الموضوع. الساعة قربت على 6. التليفون رن فجأة في طرف الأوضة. لورانس جري عليه بقدمه ورد بصوت بيترعش: بابا. كانت بنته. وبعدين صوت واحد قال: فاكر الاتفاق؟ لو ما قتلتش آدم هيموتوا. لورانس رجع مكانه ووشه أبيض زي الورق. مسك المنشار
وبص على رجله. لأ لأ، صرخ آدم، لكن لورنس حط المنشار على رجله وبدأ يقطع. صوت العظم وهو بيتكسر كان بيملى الأوضة. دم كتير، صوت زعيق، وجنون بيزيد. في وسط الهستيريا، الجثة اللي في نص الأوضة بدأت تتحرك. آدم بص، عينه اتوسعت. الراجل اللي كان ميت قام، كان صاحي من الأول. بصلهم وقال: اللعبة خلصت. وراح قافل الباب الحديد عليهم، وساب آدم يصرخ ولورنس بينزف. الصمت كان بيصرخ. جوردن وقع على الأرض، وشه مصفر، رجله مغرقة دم. آدم في الركن، ظهره للحيط، عينه ما بتتحركش، ماسك السلسلة كأنه بيستعطفها تفك. والجثة اللي قامت بقت واقفة قدامه. الراجل اللي بقاله ساعات عامل نفسه ميت شاري وشه البارد ونظف الدم من على جبينه ومشي ناحية الباب الحديد. بص لآدم وقال له بهدوء: الناس ما بتتغيرش غير لما تشوف الموت وشه الوش. وقبل ما يخرج قفل الباب بدفة تقيلة، ونور الغرفة انطفى. آدم قام بيجري، فضل يخبط في الباب يصرخ: ارجع، انت مين؟ ارجع! لكن مفيش غير صدى صوته وصوت أنفاسه. في ركن تاني جوردن كان بيهمس لنفسه: مراتي، بنتي، أنا سايبهم لمين؟ في بيت تاني في راجل قاعد في أوضة ضلمة، قدامه شاشات كتير، وكل شاشة فيها ناس محبوسين في أماكن مختلفة. الراجل ده هو جيكسو، وشه عادي جدا بس عينه بتلمع. على الترابيزة قدامه في ملفات كتير، صور، تقارير، تفاصيل صغيرة عن كل واحد حطه في لعبته. كل واحد ليه خطيئة، وكل واحد ليه اختبار. آدم بيسند ظهره للحيط ونفسه بيقطع. بدأ يفتكر إزاي جاله الشغل ده. واحد كلمه طلب منه يراقب دكتور يجيب له صور ويقف له تحت بيته. آدم وقتها افتكر إن دي فلوس سهلة، بس ما كانش يعرف إنه بيشارك في حاجة أعمق من كده بكتير. أنا كنت براقبك، بس ما كنتش أعرف إنهم بيراقبوني أنا كمان. آدم حاول يفتح المواسير، دور في الأرض على أي حاجة تفيده. لقى مفتاح صغير جوه فتحة صرف، مد إيده جوه وسحب المفتاح، لكن لما حاول يفتح بيه القفل المفتاح ما اشتغلش. صوت في دماغه بدأ يتكرر. هو قال المفتاح في البلوعة، بس ما قالش مفتاح إيه. في لحظة نور خفيف اشتغل فوق راسه، والشاشة اللي على الحيطة نورت. ظهر وش بنت صغيرة بتعيط، وجنبها ست مربوطة، مرات جوردن. وصوت جيكسو: فاكر لما كنت بتتفرج؟ دلوقتي اتفرج على اللي هيتسلب منك. آدم قام يزعق: كفاية، انت عايز مني؟ المية في الغرفة بدأت تعلى، كأن حد فتح مواسير من بره. السلسلة مش هتفك، المفتاح مش شغال، والنور بيضعف. آدم مسك المنشار، بصله ورجع يبص على رجله. صوته بقى منخفض وقال: أنا مش هموت هنا. بس قبل ما يبدأ سمع صوت جاي من المواسير: آدم. فجأة صوت طلقة في السقف، وبعدها نور أبيض جه من فتح التهوية فوق. حاجة وقعت من فوق، شاكوش حديد. آدم جري ناحيته، مسكه وبدأ يخبط بيه في السلسلة، ضربة ورا ضربة، والسلسلة بدأت تضعف. الحديد بيصرخ. في اللحظة دي الحيطة اللي ورا ظهره بدأت تتهز، وباب سري اتفتح. آدم دخل من الباب وكان بيسحق في ممر ضيق، كل ما يتحرك نور خفيف بينور له الطريق. في آخر الممر كان في سلم حديد نازل تحت. نزل، لقى نفسه في أوضة تانية، وفي نصها ست نايمة على سرير، جنبها جهاز شغال وأنبوب متوصل في وشها. الست دي كانت واحدة من ضحايا جيكسو، بس كانت لسه عايشة، وبتقول بصوت واطي: هو بيجرب بينا زي ما بيجرب في الفيران. آدم قرب منها، قال لها: فينه؟ انت شفتيه؟ قالت له: هو دايما حوالينا، بس عمره ما بيظهر غير لما نختار. وفي اللحظة دي النور كله طفى، وصوت واحد جه من كل اتجاه: آدم، لعبتك لسه ما بدأتش. الباب اتقفل على آدم. صوت القفل وهو بيترزع لسه بيرن في دماغه. رجله بتنزف، هدومه غرقانة مية ومخلوطة بدمه، والنور واطي بيزن،
واللمبة بتتهز فوقيه، بس جواه حاجة بتصرخ: جاردن، سابني ولا ده كله فخ؟ آدم بيزحف على الأرض، المية وصلت نص جسمه، بس مش قادر يقف. بيوصل عند الراجل اللي كان نايم في النص، بيقرب منه. آدم بصوت مبحوح: لو كنت حي ساعدني، ولو كنت ميت ارتاح. بيمد ايده يهزه، فجأة الراجل بيفتح عينه. آدم بيقع ورا من الخضة، بيرجع على ظهره بسرعة. الراجل بيقف، جسمه كله مطرب، باين عليه مر عليه وقت طويل، بس عينه مفتوحة وهادية. الراجل بهدوء مخيف: أهلا آدم. آدم مش بيصدق، بيفضل يبص له، وبعدين بيبص في الأرض. بيفتكر كل اللي شافه من أول لحظة دخل الحمام. فلاش باك سريع. الراجل واقع في الأرض ساكت، الكاميرا من فوق بتصور، شرايط الكاسيت، السلاسل، الأوامر. آدم بصوت عالي: أنت جاجسو؟ الراجل يبتسم ابتسامة باردة، وفي اللحظة دي باب جانبي بيتفتح فجأة. آدم يلف وشه، جوردن داخل، بس مش زي ما خرج. هدومه متغيرة، لابس بلطو أبيض، في إيده شنطة. جوردن من غير ما يبص لآدم: هو اختارك مش أنا. آدم بيصرخ: أنت اتجننت؟ أنت قلت هتجيب مساعدة. جوردن ببرود: أنا جبتك هنا أصلا، مش جيت أنقذك. آدم يبدأ يعيط، دموع من قهر، من خوف، من خيانة. الراجل اللي كان في الأرض يقرب أكتر بصوت هادي مخيف: آدم، اللعبة خلصت، بس أنت الوحيد اللي ما فهمتش القاعدة. كان قدامك فرصة تهرب، بس قررت تتخبى ورا السخرية والخوف. آدم بيزحف للخلف لحد ما ظهره يخبط في الحيطة، بيبص حوالين الغرفة. كل حاجة كانت متخططة من الأول: الراوي، اللمبة اللي بتزن، الكاميرا في السقف، الميكروفون في الحيطة، حتى السلسلة اللي في إيده كانت فخ. جوردن يطلع من الشنطة حقنة طويلة. آدم بيصرخ أكتر: أنت هتقتلني؟ جوردن يقرب: لا، أنا هسيبك هنا زي ما جاكسو سابني، تعيش أو تموت، القرار ليك. الراجل العجوز يمشي ناحيتهم، يضغط على زرار في الحيطة. المية تفرغ فجأة، الحمام يرجع ناشف بس بارد، وكل حاجة ساكنة. الراوي، الهدوء هو أكتر حاجة مرعبة بعد العاصفة. جوردن يخرج من الباب، الراجل يمشي وراه. آدم يفضل لوحده، بيصرخ، يعيط، يضرب في الحيطة، بس الباب مقفول والنور بيطفي. وآخر صوت سلاسل بتتسحب. آدم همس وهو بيبكي: ساعدوني، أنا كنت بلعب بس. صوت سلاسل بتجرجر وصوت نفس متقطع، بعدين سكون تام. آدم وهو بيعيط بصوت واطي: أنا آسف، أنا آسف يا رب، أنا مش فاهم، أنتوا عايزين مني إيه؟ بيبص حواليه، الحمام فضي، مفيش غير ريحة الدم والمي الراكدة. وفجأة نور أحمر خفيف اشتغل في الركن، وظهر على الحيطة شاشة صغيرة. على الشاشة كان في راجل لابس قناع العروسة المشهورة بصوت ميت وبارد: آدم، انت كان عندك فرصة تنقذ نفسك، بس كنت مشغول تلوم الناس. اللعبة خلصت. صوت رزززززز، الباب بيتقفل اوتوماتيك وراه. آدم بيصرخ بكل قوته: استنوا، استنوا! لكن مفيش رد. الصوت راح في الفاضي. الكاميرا تطلع من فوق، آدم قاعد في الضلمة والباب الحديد وراه اتقفل للأبد. وسمعنا آخر صوت سلاسل وصرخة مكتومة، بعدها سكون، سواد. أحيانا العقاب مش بيكون علشان عملت حاجة غلط، بيكون علشان سبت الغلط يعدي.